السلام عليكم، الصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني، انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة. ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. ان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة العجة بكل تفاصيلها، وهنعرف ازاي تطلع معاكي بالشكل ده. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ نشوف عملناها ازاي. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، بعد ما البصلة دبلت معانا بالشكل ده، وطبعا بتهدي النار عشان زي ما قلنا عشان ما تحرقش وتمرر معاكي. ما احنا شايفين كده واخده اللون الذهبي الخفيف خالص. في الوقت ده هننزل بمعلقتين صلصه كبار. بسم الله. وكده هنشوحنا الصلصه مع البصل كده زي ما احنا شايفين. لما شوحنا الصلصه مع البصل معانا 3 حبات طماطم مقطعينهم مكعبات صغيره كده زي ما احنا شايفين، وهيشيل منها البذر. بسم الله. وهنقلبهم كلهم كده مع بعض. قلبناهم مع بعض. هنحط لهم رشه من السكر عشان حموضه الصلصه والطماطم. كده معاهم هنقلب رشه سكر، ومش هنضيف لها اي حاجه تاني دلوقتي. هنغطي عليها ونسيب الطماطم تستوي وهنرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. احنا شايفين بعد ما الطماطم استوت معانا كده، بتاخد معانا حوالي 10 دقايق بس. حبه من الفلفل الاخضر مقطعينه صغير كده، حبه من الفلفل الاحمر مقطعينه صغير، وهنضيف على الطماطم مع الطماطم والصلصه والبصل كده كويس. معانا هنا رشه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الكزبره، نص معلقه من البابريكا، وهنضيف نص معلقه من الملح. هنشوح بس الفلفل دقيقتين كده مع الطماطم، وهنسيب بس الفلفل مع الطماطم يدبل بس كده دقيقتين. هننزل بنص معلقه من صغيره من الثوم المفروم، ونشوحها مع كل الخليط كده. وكده بعد ما شوحناها مع كل الخليط هنطفي النار. حزمه من الشبت والبقدونس والكزبره، هنقلبهم كده كلهم مع بعض. وبعد ما طفينا النار عشان يبردوا معانا بسرعه هنفضيهم في بوله. بسم الله. دلوقتي بعد ما سيبنا الصلصه تبرد معانا هنا 6 حبات من البيض، نحط لهم رشه من الملح. بسم الله. البيض اللي انت حابه، يعني انت ممكن تحطي له 5، ممكن تزودي عن ال6 اللي انت حباه او المتوفر عندك. بسم الله. احنا كده ضفنا للبيض رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر. بسم الله. طب البيض كده الاول كويس. وكده زي ما احنا شايفين، احنا بس الكاميرا كانت فصلت معانا. احنا بعد ما خلطنا البيض كان معانا كوبايه الا ربع من الحليب، نزلنا فيها 4 معالق من الدقيق، وخلطناهم مع بعض كويس، وضفناهم على البيض وقلبناهم برده مع بعض، ورجعنا ضفنا لهم معلقه من البيكنج باودر وقلبناهم على الخليط اللي احنا مسوينه على النار. هي البصل والصلصه والطماطم والشبت والكزبره والبقدونس والفلفل والثوم. بس الكاميرا كانت فصلت وانا ما خدتش بالي. بسم الله. ودلوقتي معانا صينيه مسحناها مسحه من الزيت. بسم الله. وهننزل بيها بكل خليط العجه كده. يبقى تاني احنا حطينا ايه بعد البيض؟ قلبنا البيض كويس، وبعدين في بوله تانية ضفنا كوبايه الا ربع من الحليب وعليها 4 معالق من الدقيق، وخلطناهم كويس مع بعض، ورجعنا حطيناهم على البيض وحطينا عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر وقلبناهم مع بعض، ورجعنا حطيناهم على خليط الطماطم اللي احنا مسوينه على النار مع بعض سخنه على درجه حراره 180 على رف وسط لحد ما تستوى معانا. حروف الصينيه من هنا كده العجه خدت اللون الذهبي، تعرفي ان هي كده استوت. لو ما كانتش من فوق اتحمرت هتطفي من تحت، تولعي الشوايه دقيقتين لحد ما تاخد اللون معاكي، وهنسويها ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. مع بعض كده بعد ما صينيه العجه طلعت معانا من الفرن. بسم الله. هنقطعها نشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. نقطع كمان واحده. شايفين ما شاء الله هي قد ايه جميله معانا، وسواها طلع مظبوط، ولونها طلع جميل. وانت لو مش عاوزه تحمريها قوي بتقللي الصلصه، عاوزه تحمريها بتكتري، بس انا بحبها تبقى لونها احمر كده، اكتر لها الصلصه والطماطم. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.